طيب للي ما يعرفنيش يعني فانا يوكا ذا فايتر. بقدم محتوى صغير كده على اليوتيوب عن فعاليات بقى وقناة جيمنج وشوية حاجات كده يعني، وقناة صغيرة زي ما انتوا شايفين يعني. بس مش ده موضوعنا الحالي. انا طالع دلوقتي هنتكلم زي ما مكتوب في وصف الفيديو: هل زجروا بيقلد مهم؟ مع ان اصلا المفروض لو شخص طبيعي بيفكر في الموضوع هيعرف الاجابة من الاول خالص، ويعرف اللي هي اصلا لا. انا طالع بس ارد على الاشخاص اللي بيقولوا زوجروا بيقلد مهام ومش عارف ايه وكده، حتى بعيدا عن زوجروا بس إيه اللي هم صناع المحتوى التانيين زي مثلا جيت زامون وايميليا وكل صناع المحتوى دول، اللي هو في اللي بيقولوا ايميليا بتقلد مياو ليفا وفي اللي بيقولوا زوجروا وجيت زامون بيقلدوا مهام. طيب انا هقول وجهة نظري. انا نفسي افهم حاجة بس من دماغ الاشخاص اللي بيقولوا كده: انت شايف ايه اللي بيقلدوا صناع المحتوى الصغيرين دول مع صناع المحتوى الكبار دول؟ يعني انت شايف ازاي اللي هما بيقلدوا؟ يعني غير اصلا بعيد ان صناع المحتوى الكبار دول اصلا اللي هو زي مياو ليفا ومهام وكده هما ما اشتكوش بنفسهم، ولا في حد منهم اشتكى ولا كتب كومنت عن الموضوع ده او طلع بنفسه قال اللي هما بيقلدوني وكده. فانت عاوز تقنعني انت مين اصلا عشان تطلع تهاجم الناس الصغيرين دول وتفضل تقول لهم بقى تحبطهم: لا انتوا بتقلدوا مشاهير كذا ومش عارف ايه، لا انتوا كده غلط، لا مش عارف ايه. ليه انت كده استفدت ايه لما تكتب كومنت واحد بس عند حد من دول وتأذيهم بكلمة؟ يعني يا جدعان، وانتوا فاكرين صناع المحتوى دول ايه؟ على فكرة وربنا يعني دول بشر زينا زيهم، يعني بشر بني ادمين لحم ودم، يعني بيحسوا برضو وكده. بس الفرق ايه اللي هما مش بيبينوا؟ في ناس بتبان اللي هي قوية زي زجروا، يمكن انتم مش فاكرين الموضوع فعلا مش فارق مع زجروا، ويمكن فعلا هو مش فارق مع زجروا. وجيت زامون برضو نفس النظام لما طلع واثبت فعلا اللي هو مش بيقلد مهام، ومهام نفسه هو اللي قال كده. ورغم كده برضو اللي في ناس لسه برضو مقتنعة اللي دول بيقلدوا دول، وبرضه لا، في تعليقات سلبيه بقت تزيد عن الاول اللي هما لا دول بيقلدوا اكتر، لا مش عارف ايه وكده. انت بجد شايف اللي هما بيقلدوا المشاهير دول في ايه؟ يعني اول اتهامته اللي جيت زامون بيقلد مهام ومش عارف ايه وكده عشان بيلعب ياندري وسايكو ومش عارف ايه وكده. وزجروا نفس النظام، بتقولوا اصل اللعبه ديت اللي طلعت ترند مهام وكده، ومهام فوق راسي. مهام مش عارف هيشوف الفيديو ده ولا لا، بس مهام انا بحبك والله. بس انا برد على من وجهة نظري اللي من حق صناع المحتوى دول الصغيرين برضو اللي هم يطلعوا ويتشهروا. ليه؟ عشان اصلا اللعبة ترند. دول صناع محتوى، يعني لما بيشوفوا اللعبة ترند بيلعبوها عشان تطلع ترند عندهم برضو وتجيب ريتش ومحتوى، يعني مش بيغلطوا. ما تجيش انت في الاخر تقولي لا ده سارقين الفيديو وده سارقين فكرة الفيديو والكلام ده. بس الالعاب ديت اصلا طلعت ترند، كل اليوتيوبرز بيلعبوها سواء كان الصغيرين ولا الكبار ولا المشاهير ولا المش مشاهير، كل الناس بتلعبها اصلا، حتى الناس اللي مش بتعمل قنوات بتلعبها. واكتر حاجه بتستفزني عن مونتاج. طب بص انا هقول لك حاجه، انا دلوقتي حطيت لك الفيديو دلوقتي ولا محطوط له ايديت ولا مونتاج ولا اي حاجه. انت هتستمتع بالفيديو ازاي؟ معلش انت كده هتروح تتفرج على لايف احسن. انا كده بقى هطلع لك لايف احسن لو الموضوع ده هيجيب ريتش من غير مونتاج ولا ايديت ولا اي حاجه. كلنا اصلا متفقين اللي بيحلل الفيديو ده هو دايما مونتاج والايديت والافيهات اللي بتتحط. يعني اصلا لو صناع المحتوى دول عارفين ان الايديت والكلام ده ملهوش لازمه، وانت لو حطيتك كده بتقلد حد والكلام ده وممكن تحط فيديو من غير ايديت وكده، قسما بالله لكل صناع المحتوى اللي في العالم ده كله هينزلوا فيديو كل يوم. كل يوم ايه، كل ساعه. بس هما بيتعبوا في الايديت ده. الايديت ده بيقعد معاهم ايام واسابيع واحيانا شهور عشان يطلعوا فيديو ربع ساعة ولا 8 دقايق كويس عشان يضحكوكوا بيها. صناع المحتوى دول كل اللي هم عاوزينه بس اللي هم يتحبوا، يعني هم مش عاوزين اصلا حاجة، هم اصلا طالعين عشان يرسموا الضحكة في وشكم، بينزلوا على التعليقات عشان يسمعوا كلمة حلوة تحفزهم اللي هي اللي هم يفضلوا يكملوا بقى. وما شاء الله يلاقي بتاع حوالي 1000 كومنت مثلا كده اللي هو حلو، بيقولوا له محتواك جامد ومش عارف ايه وضحك وكده يفرحوا. في وسط ال1000 دول يلاقي واحد بس كاتب له شتيمة ولا كاتب له كلمة مش حلوة ولا كاتب له محتواك زفت ولا أي حاجة. مهما كانت كلمة بس ممكن يسيب 1000 كومنت الحلو ده عادي ويمسك على الكلمة ديت. ليه؟ أصل ده إنسان، حتى لو قلت له كلمة مش حلوة هيتأثر برضه.
غصب عنه هيتأثر، حتى لو باين اللي هو مش فارقة معاه واللي هو قوي واللي هو لو حذف تعليقك وكده، الكلمة ديت هتفضل معاه طول العمر. انا عاوز اعرف حاجة، انت استفدت ايه لما قلت له الكلمة ديت؟ ما استفدتش حاجة. يعني انت عارف، حتى لو انت يعني من وجهة نظرك يا عم انت شايفه اللي هو بيقلد صانع محتوى انت بتحبه، انت والله لو كنت فكرت فيها وقلت له كده مثلا انت محتواك حلو بس انت محتاج تطور كذا، محتواك حلو بس حاول ما تعملش كذا، يعني قلت له حتى كلمة حلوة في وسط الكلمة اللي انت هتقولها ديت، يمكن تفرق قوي. الكلمة الواحدة بتفرق يا جدعان. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الكلمة الحلوة. انت بتستفاد ايه لما تروح تقول له انت محتواك زفت، ولا محتواك انت بتقلد شخص وما عندكش محتوى والكلام ده؟ انت استفدت كده ايه؟ يعني هو بيعمل الفيديو ده ويتعب فيه وكده عشان كل غرضه اللي هو يرسم الضحك على وشك، ومستنى منك كلمة حلوة تقول له كلمة يعني ده يرضي مين؟ ده ما يرضيش حد. انا بصراحة من وجهة نظري الناس اللي بيعملوا كده ده يا اما حاجتين، يا اما انت غبي مع كامل احترامي، يا اما انت اصلا متغاظ اللي هو بقى معروف ومحبوب وكده وانت شايفه ناجح وانت مش قادر تعمل اللي هو بيعمله، مع ان اللي بيعمله ده مش صعب بس محتاج وقت. انت بتحاول تحبطه عشان يبقى اللي هو مش حوار زيك، لا يبقى فاشل او يسيب المحتوى ده اللي هو ادام انا ما عملتوش يبقى غيري ما يعملوش. ليه يا بابا تفكر في كده؟ بدل ما تشوف الطريقه اصلا اللي هو بيعملها ديت يقول لا انا هعمل زيه، لا هحاول اخد موضوع فكره الفيديو. طب هو بيعمل مونتاج ازاي كده؟ يا عم ما تكتبش كومنت حتى، مش بقولك اكتب له كلمه حلوه. انت شايفه بيقلد حد ومش عاوز تعدمه، اعمل سكيب للفيديو. بس ليه تاذي الشخص ده بكلمه ممكن ما تفرقش معاك انك تقولها ولا لا، بس هيفرق للشخص اللي هو اتقال له الكلمه؟ ليه؟ عشان احنا بني ادمين، كلنا بنحس، كلنا بنفرح لما بيتقال لنا كلمه حلوه، كلنا بنزعل لما يتقال لنا كلمه وحشه، خصوصا في الكلمه الوحشه دي اللي بتاثر قوي يا جدعان والله. يعني المشكله مش في كده، المشكله انك لو حاولت مثلا تقنع الشخص ده اللي هو تحاول تقنعه اللي هو فعلا ناجح وكل حاجه وكده، برضه هيفضل ماسك في الكلمه اللي اتقالت له الوحشه. يا جدعان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هتقولوا لي وانت بقى اللي اتعلمنا هنقول ايه ومش عارف ايه وكده؟ يا عم انا مش بعلمك حاجه، انا بنصحك. اولا انت هتاخد سيئات على الموضوع ده وهتتحاسب على الكلمه ديت انت هتتحاسب عليها، هتقف في يوم القيامه كده انت وهو هيقول ده قال لي كذا. الكلمه دي مش هتعدي يا بابا، كل كلمة كل حرف بتقوله محسوبة لك يوم القيامة، يا اما تبقى في ميزان حسناتك يا اما تبقى في ميزان سيئاتك. صناع محتوى يا جدعان طالما هم بياخدوش الفيديو الاصل ما تعبوش فيه ولا اي حاجة وحطوه عندهم كده في القناة، او خدوه وغيروا بس صوتهم فيه وحطوه كده، اقول لك عندك حق، هم فعلا بيقلدوا، بس مفيش حد فيهم بيقلد حد في حاجة. بس اللي بيعملوه ايه؟ بيلعبوا نفس الالعاب، وده اي حد صنع محتوى بيعمله. على سبيل المثال ابو فله، كلنا عارفين ان ابو فله الاول في بدايته كلهم كانوا بينتقدوه وبيقولوا له انت بتقلب بندريتا ومش عارف ايه، وكلام كان يسد بجد. وفي الاخر ابو فله ما شاء الله بقى من اكبر صناع المحتوى في الشرق الاوسط كله. لا والعجيب اللي في كده ايه بجد، العالم دي عالم غريبه اللي هم كانوا بيقولوا له كلام وحش دول بقت اول ناس تدعمه، اول ناس يتفرجوا على الفيديو ليه. انت بتستفاد ايه لما تقول كلمة وحشة لحد هو كل هدفه خير؟ المحتوى بتاعهم يا جدعان محتوى ترفيهي محترم، مفيش حد غلط ولا غلط فيك ولا غلط في اي حاجة، كل اللي بيعمله بيطلع يضحكك شوية بس على غرض اللي هو يسمع منك كلمة حلوة وكده، وبيعمل للحاجة برضو اللي بيحبها. انت ليه تيجي مثلا تشتمه ولا تغلط فيه ولا تقول له انت بتقلد كذا ولا مش عارف ايه ولا اقفل القناة؟ ليه؟ انت استفدت كده ايه؟ ولو حد يعني من صناع المحتوى اللي بتكلم عليهم دول شاف الفيديو، انا احب اقول لكم حاجه، انا من اكبر الداعمين ليكم بجد، عاش عليكم كلكم، استمروا بجد، ربنا يخليكم ويحميكم، وبالله عليكم حاولوا. يعني الموضوع ده انا عارف ومتاكد اللي هو هيبقى صعب، بس حاولوا بالله عليكم تمسكوا نفسكم وتستمروا. انتوا والله العظيم كده في طريق النجاح. كل ما الكلام السلبي هيزيد كل ما تعرف انك بتنجح اكتر واكتر. طالما انتوا بتعملوش حاجة تغضب ربنا ولا حاجة غلط، انتوا كده في التمام. وتخيلوا معايا اصلا على كل كلمة حلوة ديت فرحتوا كام شخص، رسمتوا كام ضحكة على وجه شخص، وعلى التعليقات السلبية ديت اللي انتوا هتركزوا عليها ديت هتبقى في ميزان حسناتكم.
ليه اصلا انا طالع بتكلم عن الموضوع ده؟ عشان انا بحب الصناع المحتوى دول، قسما بالله قسما بالله ربنا وحده اللي يشهد، اللي هو الواحد يبقى تعبان نفسيا ازاي ومكتئب ازاي وداخل في حزن، يشوف صناع المحتوى الصغيرين دول فيديو منهم بس واحد يرسم الضحك على وشك. يعني انتوا متخيلين كمية الموضوع اللي هو يحاول يفك عنك، اللي هو كده تحس اللي هو اصلا معاك بجد. انا اسف بجد ان لو يعني هو الموضوع مستفزني انا شخصيا، اللي هو ناس ليك كده بقت غل بجد. انا مش فارق معايا حد اللي هو يشوف الفيديو ده او ما يشوفوش ولا حاجة، بس انا كل اللي اتمناه اللي هو الشخص ده يغير من نفسه، اللي هو ما تأذيش بالله عليك ما تأذيش حد، ما تقولش حاجة، ما تدعمهوش، بس اعمل سكيب للفيديو بس ما تزهوش في كلمة، وربنا 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 ما هتستفاد حاجة. كل اللي هتستفاده انك كسبت سيئات واذيت الشخص ده اللي انت قلت عليه اللي هو بقى محتواه ما يستاهلش والكلام ده، وربنا ما تستفاد حاجة برضه. يعني غير انك هتتحاسب عند ربنا، الناس هتكرهك. ما عنديش كلام تاني اقول.